حاجة عايز أتكلم عليها، هو خبر سعيد لجماهير النادي الأهلي. دلوقتي بكرة إن شاء الله اللي هو الجمعة في ماتشين في الدوري القطري، والماتشين دول هيكونوا آخر ماتشات في الموسم في الدوري القطري. ماتش قطر ضد فريق الريان، والوقرة أعتقد ضد فريق الشمال. طبعا عارفين إن تريزيجيه بيلعب في ماتش بيلعب في الريان، وأحمد عبد القادر بيلعب في قطر القطري. هيلعبوا بعض بكرة المفروض إن شاء الله، وكده يبقى انتهى الموسم بتاعهم مع قطر، أو انتهى الموسم بتاعهم في الدوري القطري، وهيكونوا جاهزين إن هم ينضموا للنادي الأهلي. بالإضافة إلى حمدي فتحي في فريق الوقرة، برضو عنده ماتش بكرة مع فريق الشمال، وإن شاء الله لما يخلص الماتش ده يكون كده برضو حمدي فتحي جاهز رسميا إن هو ينضم للنادي الأهلي قبل كأس العالم. لكن زي ما قلت هما مش هيشاركوا على طول، مش هينضموا على طول. اعتقد هياخدوا اجازة الاول ويبدأوا ينزلوا مع الفريق بشكل تدريجي. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، تكتب لنا في كومنت ايه توقعاتك لتشكيلة ونتيجة ماتش سان داونز والاهلي، ولو عجبك الفيديو شيره. السلام عليكم.